التوبيك من أسوأ وأكتر الحاجات اللي أنا باكرهها جدًا، عشان أكون صريح معاك التوبيك ده للأسف أكتر حاجة بتضر فروة الراس، الناس كلها بتيجي تقول لك التوبيك ده ليس بديل للزراعة، المشكلة مش في إن هو بديل للزراعة أو إن هو بيحل مشكلة أو إن أنا باعمل بيه كثافة معينة وقت فرح مثلًا أو وقت زنقة عشان خاطر آخد منه كاموفلاج، المشكلة إن التوبيك ده عبارة عن ألياف صغيرة جدًا بتلزق في فروة الراس عشان تديك الكاموفلاج أو الكثافة اللي أنت عايزها، مشكلته إن أنت مهما خدت دُش هو للأسف ما بيطلعش، بيفضل موجود في فروة الراس من أسبوع لأب to أسبوعين، فللأسف بيعمل التهابات عنيفة جدًا وبيؤدي لفايبروزس أو تليفات في طبقة الجلد نفسها بشكل عنيف، اللي بيستخدم التوبيك ده لفترات كبيرة من أول شهر up to 6 شهور up to أكتر من كده طبعًا، ده لفروة الراس بتاعته بتبقى حساسة جدًا، بتبقى بمعنى صح متبهدلة، بيحتاج فترة تحضير أطول بكتير من أي حد تاني، مشكلة التوبيك الأساسية في إن هو بيبوظ الجلد وبيخليك غير مؤهل للزراعة في أي وقت، طبعًا ده موضوع التوبيك، موضوع المايكرو فايبر أسوأ وأسوأ، إن أنا باعمل شعر صناعي، أنا عايز أقول لك بافرتك فروة الجلد بشكل أعنف، بيخلي فروة الجلد بيحصل فيها ندبات أو سكار، يعني أنا في حد كان عامل المايكرو فايبر ده وعمل ندبات في دماغه كلها، طبعًا الجسم بيبدأ يهاجمها بعد فترة وبتسيب آثار عاملة زي آثار الجروح شديدة، يعني عنيفة جدًا، فطبعًا إحنا بنضطر إن إحنا نعالج الكلام ده كله وبياخد فترات كبيرة جدًا من العلاجات وبرضه ستيل مفيش حاجة بترجع زي ما خلقها ربنا، فأنت لو هتستخدم توبيك لو سمحت ما تستخدموش even حتى لو أنت مش هتزرع، بس على الأقل ما تستخدموش، والمايكرو فايبر طبعًا ده أسوأ من التوبيك بكتير، فالتوبيك حتى والمايكرو فايبر اللي هو أسوأ منه لو سمحت ما تستخدمهمش نهائي، even حتى لو أنت فكرت اللي هو أفك زنقة بمعنى أصح وقت فرح أو وقت حاجة، لو سمحت ما تستخدمهمش تمامًا.